السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد من قناه شيوات نسيمه. بغيت نشرمل واحد شويه ديال الزيتون بالطريقه ديالي، ونشارك معكم حتى الزيت من السما اللي سبق لي وهضرت لكم عليها، ونصاوب معكم حتى الثومه. خليكم معايا. هنا اول حاجه غادي نبدا بها قبل ما نصاوب معكم الزيتون ونشرمل، قبل ما نشارك معكم الزيت اللي قلت لكم غادي نصايبها معكم، الزيت من السما اللي تنخدم بها. بحال اللي كتشوفوا خديت كيلو ديال الثومه مرقيه، غادي ندير لها غير الزيتون وغادي نزيد لها الملحه. انا غادي ناخذ هنا الثومه ونخليها، ما غاديش نغسلها، غادي نخليها انهي هكذا، غادي نمسحها مزيان باش نخليها ناشفه، غير غادي نمسحها مزيان وصافي. غناخذ واحد المنديل، ما غاديش نغسلها حيت داك الماء هذاك هو اللي كيخليها فازقه، واخا كيتمسح كتبقى بحال اللي بارده، داك الماء هو اللي كيفسدها ليا من بعد. هانتوما فيها هاد الرويصات هنايا ديالها غلاط، كنحيدهم بحال هكذا وتنديرهم هنايا. غادي نطحن هاد النص، هذا هو الاول، وعاد نطحن الاخر. وانتما كتشوفوا هرمشت داك الثومه هنايا، غادي نزيد عليها هادشي هذا باش تدعق ليا كامله. غادي نحل عليها، هانتوما شفتوها كيفاش كتولي. غادي نتوما الا بغيتو تزيدوا تدعقوها تزيدوا، بغيتو تخليوها بحال هكذا نتوما اللي بغيتو. انا غادي نزيد عليها معلقه كبيره ديال الملحه، وغادي نزيد عليها زيت المائده. انا غادي نحتفظ بها غير في الثلاجه، بغيتو تحتفظوا بها في المجمد كتزيدوا عليها الزبده، بغيتو تحتفظوا بها في الثلاجه كديروا لها غير زيت المائده. انا القرعه ديالي كنخليها غير في الثلاجه حيت الاستعمالات اليوميه. درت قياس واحد ربع كاس، وغادي نعاود نطحن كلشي. هانتوما بحال اللي كتشوفوا صافي، انا هذا هو القياس ديالها. غادي نديرها، غناخذ هنايا قراعي اللي كيكونوا عندي معقمين، وغادي نديرها هنايا في القرعه، كنديرهم في القراعي وكنعاود لهم داك الوجه ديالهم، كنقادو لهم. هانتوما بحال اللي كتشوفوا غادي نزيد عليها دابا واحد شويه ديال زيت ديال المائده من الفوق بحال هكذا، باش ما تتغمال حتى كنقاد ليها الوجه ديالها، وكنزيدها بحال هكذا باش ما كتغمل لي ما والو. كنبقى نحلها تنجبد منها، وكنعاود ثاني نشدها ونخليها. ها هي هادي بحال اللي كتشوفوا. الزيت اللي غادي نصايب معكم، هادي راه بقات لي واحد شويه ديال الزيت هنايا كانت عندي، ما بغيتش ملوحه، غادي ندير عليها كل ما بقات كل ما كتبقى زوينه. غادي ندير عليها زيت واحده اخرى، وغادي ندير لها هنايا عندي شويه ديال الزعتر، عندي هنايا ورقه سيدنا موسى، عندي هنايا شويه ديال داك المزيودات الحمر اللي يابسين، عندي القزبر حبوب، عندي هنايا الثومه، عندي ازير، عندي شويه الحبق. وهنايا اللي ما عندوش هاد المزيودات هادو وعنده هنا، هادو راهم بحالهم غير هادو مطحونين نفس المزاود، هادو مطحونين وهادو صحاح. اللي عنده فيهم، اللي عندكم فيهم ديروهم، ولا عندكم بجوج بحالي انا غادي ندير شويه هكذا وشويه هكذا. انا غادي ناخذ القرعه ديالي، غادي ندير فيها ورقه سيدنا موسى. اللي عندها لي بزار حبوب ديرو، انا لي بزار حبوب تسالالي. غادي ندير عليهم هاد المزيودات، غادي ندير هنايا القزبر حبوب، غندير واحد جوج معالق هكذا صغار. غناخذ هاد الثومه، عندي هنا جوج ضريصات ديال الثومه، الثومه باش كتطلق ليا المذاق كنقسمها على جوج بالطول وتلوحه. هانتوما غادي ناخذ الزعتر، جوج معالق الزعتر، غادي ندير واحد جوج معالق ديال ازير، معلقه صغيره، هادشي كامل كنعبر بالمعلقه صغيره. غادي نزيد هنايا الحبق حتى هو تيعطيها المذاق غزال. غادي نزيد حتى شويه من هذا الحار هذا حيت الاخر كيتعطل باش يطلق الحار ديالو حتى كيشرب الزيت. غادي نزيد شويه من هذا باش دغيا الزيت تتوجدي. دابا غادي نزيد عليها الزيت. بالنسبه للزيت كنديرو زيت العود صافي. غادي نغطيها وغادي نخليها حتى كتوجد على خاطرها. غادي ناخذ الزيتون. بالنسبه للزيتون هذا راه محمض ودايرين له الزعتر، هانتوما غادي تشوفوا من التحت راه فيه الزعتر وفيه حتى الثومه، دايرين له الثومه صحيحه. انا غادي نغسلو، غادي ناخذو وغادي نشرب معكم.
بالنسبه للربيع حتى هو تنقطعو بنفس الطريقه. بقيت تنغسلو مزيان وتنشفو، كنمسحو مزيان بالمنديل حتى ما تيبقاش فيه الماء، وتنطحنو حتى هو في الهاشوار. تندير عليه واحد شويه ديال الزيت د المائده وتنخليه هكذا في الثلاجه. قال لي شحال ما بقى ما تيفسد ما كيوقع له والو. هنا الربيع بحال اللي قلت لكم عندي هنا شويه د المعدنوس. غناخذ الثومه اللي صايبت معكم دابا غادي ناخذ منها. عندي هنايا الهريسه، وعندي هنايا الحبيبات ديال الحار، عندي شويه ديال الزعتر، عندي شويه د الحبق، وعندي هنايا الكمون. انا غادي ناخذ شويه الزيتون اللي غادي نغسلو، غادي نصفيه، وديك الساعه اول حاجه غادي ندير زيت العود. الا بغيتوها دغيا توجد. غادي نوريكم الطريقه كيفاش. قياس واحد نص كاس ديال زيت العود غادي نديرو هنايا في الطنجره. غادي ندير فيها شويه ديال الربيع، شويه ديال المعدنوس، واحد المعلقه صغيره، لانني مازال غادي ندير الزعتر والحبق. هنا درت فيها المعدنوس، غادي ندير فيها الزعتر قياس معلقه صغيره. غادي نلوح ورقه سيدنا موسى. انا هنا ما بقاتليش، غادي نلوح غير هاد الورقات صغارين، 3 عندي ولا 4. غادي ندير معاها الحبق، غادي ندير معاه الكمون، غادي ندير هاد الحار اللي عندي مطحون، غندير غير واحد شويه، ندير واحد المعلقه صغيره ديال الثومه. غادي نردو هاد الشيء هذا، غادي نخلطوه وغادي نردوه فوق البوطه. هنايا انا درتهم فوق البوطه، ها هي. ما غاديش نخليها تغلي. هانتوما غادي نخلطها، غنخلط داك الثومه مع داك الزعتر وداك الربيع وداك الشيء اللي درت. كتسخن خصني الزيت غير تسخن، ما خصنيش انايا تغلى ولا طيب، لان الزيت بلديه ماشي مزيان اننا نطيبوها. نطفي عليها وغادي ندير الزيتون من بعد ما غسلته، غنديرو هنايا، غادي نديرو وغادي نحركو هنايا في هذا الزيت. بحال اللي كتشوفوا معايا انا حيدت الطنجره ديالي فوق البوطه. انا كنقبط بها بيديا باش تعرفوها انها ما سخوناش، انها ما طايباش، انها غير سخونه واحد شويه. غير كندفيوها باش دغيا كتطلق فيها ديك الاعشاب المنسمون، باش دغيا كتطلق وكتعطي المذاق ديالها في زويته دافيه. انا غادي نديرها هنايا في واحد الشبانه ديال الزاج. غادي نزيد معها هاد الحبيبات ديال المزاود. الهريسه كتبقى على حسب الذوق، واش بغيتوها حاره ولا ما بغيتوهاش حاره. انا غادي ندير هنا واحد 2 معالق. ناخذ هاد المصيه، غادي ندير غير النص ديالها، غادي نقطعها على هاد الشكل هذا. صافي انا غادي نخلط هاد الشيء هذا. انتما شوفوا كيفاش كيجي بحال هكذا. هذا بالنسبه للزيت اللي سبق لي وقلت لكم انا غادي نشارك معكم الطريقه اللي كنصايبها بها. هانتوما كتشوفوا كتجي بحال هكذا. مازال غدا ان شاء الله غادي يهبط هذا الشيء هذا اللي هنايا، غادي يهبط لتحت ما غيبقاش الفوق، يعني غادي يتخلط مزيان مع هذا الزيت هذا. هانتوما بحال اللي كتشوفوا، وراه دغيا تيطلق، دغيا تيعطي المذاق ديالو، تيجي كيصلح مع البيتزا ولا فوق الطويجنات ولا هكذا فوق. الا درتو شي حبي ولا الا درتو شي حاجه مشويه حتى هي كيجي فوق منها غزال. هنايا الثومه اللي صايبت معكم بحال اللي شفتوا راني استعملتها هنايا في الزيتون مشرمل. الحاجه اللي بغيتو تستعملوها فيها كتجي سهله بزاف. هنايا الزيتون اللي شرملت معكم، شوفوا كيفاش كيجي، راه كيجي غزال، كيجي زوين بزاف ولذيذ. كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. انا شاركت معكم الطريقه اللي كنصايب بها الثومه، كنطحنها وكندير فيها عليها الزيت وكنديرها في الثلاجه. غير في الثلاجه راه كتبقى زوينه ما كتفسد ما والو، وكنستعملوها اصلا في الاستعمالات ديالنا اليوميه. هذه الزيت المنسمه اللي تنديروها فوق الطويجنات وفوق بيتزا فوق كلشي. وهذا الزيتون المشرمل كنديرو بهذه الطريقه هذه، وكنديرو حتى بالاعشاب المنسمه مع الثومه، يعني كل مره كندير له طريقه في شكل. هاد الطريقه هذه كتعجبني بزاف وبغيت نشاركها معكم. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنشكركم بزاف على المتابعه، والى فيديو واحد اخر ان شاء الله وشيوه جديده.